السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع غريب ومثير للجدل، موضوع ممكن يخلينا نفكر بشكل مختلف تماما عن الواقع اللي عايشينه. الحلقة دي هنطرح سؤال مهم: هل جه يوم القيامة وإحنا دلوقتي بنعيش في الماضي؟ الموضوع ده مش مجرد فكرة خيالية أو سيناريو من أفلام الخيال العلمي، ده تفسير وشرح الكلام الدكتور مصطفى محمود في برنامجه الأشهر العلم والإيمان. الدكتور مصطفى محمود كان واحد من أعظم المفكرين والعلماء اللي أثروا في حياتنا بأفكارهم ورؤيتهم المختلفة. وفي إحدى حلقات برنامجه العلم والإيمان قدم الدكتور مصطفى محمود فكرة عجيبة بتقول إن القيامة ممكن تكون قامت بالفعل وإحنا دلوقتي بنعيش في زمن ماضي. طيب إيه معنى الكلام ده؟ وإزاي ممكن نفهمه؟ وهل فعلا ده ممكن يكون صحيح؟ ده اللي هنحاول نستعرضه ونشرحه في الحلقة دي. هنغوص في أفكار الدكتور مصطفى محمود ونحاول نفهمها بشكل أعمق، وهنستعرض مع بعض كل اللي ذكره في الحلقة اللي أثارت جدل واسع. استعدوا وخلي عقولكم تستعد وتفكر بشكل مختلف، لأن اللي هنسمعه النهاردة ممكن يغير نظرتنا للحياة والزمن والوجود كله. تابعوني وما تنسوش تجهزوا فنجان القهوة بتاعكم، لأن الحلقة دي محتاجة تركيز وتفكير عميق. أهلا بيكم، أنا رحاب محمد. لو أول مرة بتشوفوا القناة، بقدم محتوى حلقات وقصص متنوعة، فلو انتم من محبي القصص وعجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وياريت كمان تشاركوا الفيديو مع أصحابكم. ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. دكتور مصطفى محمود بيقول إن الإنسان هو أحد مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وعشان كده عندنا عالم الزمان، إنما عالم ربنا سبحانه وتعالى فوق الزمان. وعشان كده الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى المتعال، يعني لا يخضع للزمان ولا يجري عليه طارئ الزمان. وعشان كده بنقول إن الله لا ينتظر شيء. المستقبل بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى هو حدث، يعني المستقبل بالنسبة له ماضي. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما بيحكي عن يوم القيامة بيحكي عنه بالفعل الماضي، زي مثلا ما بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور. نفخ، احنا نفهم انه لسه هينفخ فيه، لأن لسه القيامة ما جاتش. احنا نقول كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا تكلم فبيتكلم بعلمه، وفي علمه الحاجات دي حصلت خلاص. المستقبل بالنسبة لله حصل ودون في أم الكتاب، يعني حدث في علمه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول نفخ، ونفخ هنا فعل ماضي. بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أو ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، أو مثلا وانشقت السماء. هنا برضو انشقت فعل ماضي، احنا بالنسبة لنا لسه ما انشقتش، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لما بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أو لما بيقول وبرزت الجحيم للغاوين، أو وجاء ربك والملك صفا صفا. يبقى ربنا قال وجاء، وده فعل ماضي. كل دي أفعال ماضية، سواء انشقت، برزت، جاء، كل ده أفعال ماضية. يبقى كل شيء ما عدا الله متزمن بالزمان، يعني خاضع للزمان، يجري عليه طارئ الزمان، لكن مع تفاوت. ركزوا بقى معايا قوي في كلمة تفاوت دي. إزاي في تفاوت؟ دكتور مصطفى محمود بيقول يعني مثلا نقرأ عن مجموعة من الملائكة اللي هم الملائكة العالين، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الملائكة بتعرج. بسم الله الرحمن الرحيم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني اليوم ب50,000 سنة. طب 50,000 سنة دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للملائكة والروح، يبقى دول ليهم تقويم زمني مختلف، دول عاشوا اليوم ب50,000 سنة.
وناخد بالنا إن الملائكة والروح دي فصيلة من الموجودات. أما بقى بالنسبة لمجموعة تانية من الموجودات، فالقرآن بيتكلم عن ملائكة التدبير مثلا، يقولك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. مين اللي بيعرج هنا؟ اللي هو ملك التدبير، يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وده نوع تاني أو درجة تانية من المخلوقات اللي هو ملك التدبير، وده يومه ب1000 سنة. وبعدين ربنا بيقول لنا حاجة، بيقول لنا إن الإنسان لما بيموت ويبعث بيخرج من تقويم زمني لتقويم زمني مختلف. فيوم البعث هيتهيأ له إن السنوات اللي مضت حتى لو قضى آلاف السنين في القبر والسنين اللي عاشها، كل ده هيتهيأ له إن ده ساعة، يعني كأنه ساعة قعد ساعة واحدة، لأنه خرج لتقويم زمني مختلف. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ده يوم البعث. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني كل الوقت اللي قضوه في القبور والعمر اللي عاشوه كل ده متهيأ لهم. ده بيحلفوا كمان إنه ما عداش عليهم غير ساعة، وده لأنهم خرجوا من تقويم زمني لتقويم زمني مختلف تماماً. بيكمل دكتور مصطفى محمود كلامه وبيقول في الواقع أينشتاين سهل لنا فهم القضية دي أو قربها شوية لأذهاننا. أينشتاين في نظريته النسبية اكتشف إن كل نظام حركي له تقويم زمني مختلف. إزاي؟ يعني مثلا إحنا هنا في المجموعة الشمسية وإحنا عايشين في الأرض لينا تقويم زمني اللي إحنا عايشين بيه، إنما بقى في الشعرة اليابانية، ودول بالمناسبة عبارة عن نجمين مترافقين بيدوروا حوالين مركز الجاذبية اللي ما بينهم، وبيكونوا مع بعض نظام نجمي بيعرف باسم النجم الزوجي. تعالوا بقى نرجع تاني، يعني اللي هيروح هناك عند الشعرة اليمنية هيكتشف إن في تقويم زمني تاني خالص، اليوم فيه بقى ب1000 سنة ولا ب200 سنة ولا ب10 سنين حتى، المهم هيلاقي تقويم زمني مختلف، لأن كل نظام ليه تقويم زمني خاص بيه. يعني مثلا الملائكة والروح اليوم عندهم ب50,000 سنة في العروج الغريب ده، لأن دي منظومة حركية مختلفة خالص عن نظام حركتنا، بمعنى أصح مخلوقات من نوع تاني خالص غيرنا. وهنا بيضرب دكتور مصطفى محمود مثل توضيحي بيفهمنا فيه الأمر أكتر، وبيقول إحنا يمكن لما نروح لشبرا مثلا بنعتبر نفسنا مشينا مشوار، إنما دي مخلوقات بتعرج إلى السماوات العلى، شوف بقى سرعتها شكلها هيبقى عامل إزاي. فإذا منظومة من الحركة مختلفة تماماً، وبالتالي هيبقى لها تقويم زمني مختلف. نرجع تاني لأينشتاين اللي سهل علينا فهم القضية دي. إزاي إن ممكن بالنسبة لنوع من المخلوقات يبقى اليوم عندها ب50,000 سنة من اللي عندنا، وبنفس الحكاية برضو عن الملك اللي بيعرج اللي هو ملك التدبير اللي قلنا عليه اللي هو يومه ب1000 سنة. وبعدين نفس الحكاية برضو إن إحنا وإحنا عايشين دلوقتي لينا تقويم، وبعدين بعد الموت وبعد البعث لما نصحى هيتهيأ لنا إننا ما عشناش غير هي يدوبك سنة. ليه؟ لأن تقويم الزمن في العالم التاني الأخير اللي هنبعث فيه ده هيبقى تقويم مختلف خالص. في التقويم ده كل ألوف السنين اللي عدت هتعدي كأنها ساعة، لأن ده نظام حركي تاني. كده إحنا بنروح لأفلاك تانية خالص، عالم نظامه مجهول تماماً، نظام تاني. بيكمل دكتور مصطفى محمود وبيضرب مثل من أروع الأمثلة اللي ممكن تعدي عليك كمشاهد، ركزوا معايا كويس في اللي جاي. بيقول إن ربنا في الواقع سهل علينا الحكاية دي شوية عن طريق التذوق. أيوة زي ما سمعتوا كده، التذوق. يعني إيه؟ يعني إحنا الإنسان بحكم تنوع خبراته بيقدر يعيش أنواع مختلفة من الحياة. يعني مثلا
الإنسان لما بيعيش زمن الشهوات، زمن اللحظة والساعة والنزوة، ده زمن متفلت هارم بيورث الحسرة، الحياة في مطاردة مستمرة، كدح في لا شيء وحرص في البحر. اللي عاش زمن الشهوات يعرف الحاجات دي كلها، إنه زمن لحظة بلحظة وساعة بساعة، متفلت وهارم ومطاردة مستمرة وحراسة في البحر. اللذة فيه تفلت، يدوب تمسكها يدوب تفلت، وده اسمه زمن الشهوات. أما بقى في زمن تاني، لما الواحد فينا بيعيش زمن العقل والتأمل ويحس بإحساس مختلف ويحس بسكينة وطمأنينة جواه، وبتمر عليه ساعات والأيام كأنها لحظات، ده نوع تاني من الحياة. أما بقى أهل الله العارفين والخاشعين وأهل الصلاح بيعيشوا نوع تاني من الزمن، بيعيشوا زمن الروح، وده بالخروج من هموم الدنيا والخروج من قلق اليوم والأمس، والحياة في تصرمد وخشوع مع الله. نوع تاني بقى من الحياة، مش بس هيخرج من الشهوة، لأ، وهيخرج كمان من العقل وتأملاته، هيبتدي يطلع لفوق لنوع من الحياة يخلع فيها كل هموم الدنيا وكل شواغل اللحظات، ويخرج من قلق اليوم والأمس، يعيش في حالة تصرمد وديمومة وخشوع مع الله. اللي عاش اللحظة دي يقولك اللحظة دي بعمر. طبعا مش كل واحد يقدر يعيش الزمن اللي حكيناه في الآخر ده، لأن ده بيحتاج أن يكون من أهل الصلاة والعابدين وأهل الخشوع وأهل التجرد، ويقدر يخلع عنه مش بس الشهوة، ده كمان هيخلع العقل وقلقه وتأملاته، ده هيخلع كمان الدنيا، ده هيخلع هموم اللحظة وشواغل المصلحة، وبعدين هيخرج ويبتدي يعيش في ديمومة وخشوع مع الله. دي درجة من الحياة مش كل واحد هيقدر يدوقها، لكن اللي داقوا الحاجات دي يقولوا لك اللحظة منها بعمر كامل. فأكن دي نماذج ربنا سبحانه وتعالى عن طريقها بيدينا أمثلة. حياة الشهوات اللي هي حياة الحيوان، إما حياة العقل اللي هي حياة البشر العادي، أما بقى حياة الروح اللي هي حياة الملائكة. فدي 3 نماذج من 3 حيوات بيورينا إن فعلا كل واحدة ممكن يبقى ليها تقويم زمني مختلف، ولو إننا عايشين لسه على الأرض، لكن بقى كده يعتبر شمينا ريحة تقويم زمني مختلف عن التاني. يعني يعتبر خدنا مثال كده أو خدنا فكرة بتقول إن الإنسان بيعرف بالتذوق ياخد فكرة عن اختلاف تقاويم الأزمان اهو، وبالطريقة دي ممكن يحس بالعمق القرآني لما القرآن يتكلم عن تقويمات زمنية مختلفة، وعن يوم ب1000 سنة ويوم ب50,000 سنة. لكن مش معنى كده إن إحنا عرفنا ده بس أو خدنا فكرة وتذوقنا طرف من الموضوع، لأن الزمن لغز كبير قوي. الزمن بيظل برغم ذلك أعمق مسائل الفلسفة والدين. والفلاسفة لما اتكلموا على الزمن قالوا لك إن إحنا نعتقد بوجود زمنين مختلفين: الزمن الموضوعي اللي هو زمن الساعة، الزمن اللي بنعيش فيه كلنا، الزمن الخارجي اللي مبني عليه حركات الأفلاك والكواكب، وحركتنا إحنا في الخارج ده اسمه الزمن الخارجي وبيسموه الزمن الموضوعي. وبعدين قالوا لأ، ده في زمن تاني اسمه الزمن الداخلي أو الزمن الوجودي. الواحد فينا ممكن يغمض وينام ويحلم، يحلم مثلا في الحلم إنه اتولد وإنه هو طفل، أو هو رجليه اتكسرت وإنه دخل مستشفى، وبعدين مش عارف إيه، وبعدين دخل مدرسة ابتدائي، نجح وسقط ودخل ثانوي، وبعدين حب ودخل الجامعة، وبعدين اتجوز، وهكذا. حوادث الحلم نفسها سنين، لكن الحلم كله حصل موضوعيا بزمن الساعة بتاعتنا دي. يعني الحلم كله خد مثلا حوالي 4 ثواني، لكن بزمن النايم اللي بيحلم حس بطول السنين،
حس بالامتداد الزمني بتاع السنين نفسها. يبقى إذن في زمنين، في زمن الساعة الخارجي والزمن الداخلي الوجودي اللي بيعيشه الواحد فينا جواه وهو قاعد. يعني مثلا لو واحد قاعد بيمتحن والراجل المراقب قال له فاضلك 10 دقايق، ياه، ده هيتهيأ له إن الدقايق دي لحظة. ده غير إن أينشتاين لما حكى عن الزمن وقال إن الزمن الموضوعي بيختلف وكل منظومة حركية ليها زمن موضوع خاص بيها. وهنا بيختم عالمنا الجليل دكتور مصطفى محمود حلقة من أروع حلقات برنامجه العلم والإيمان، وبيقول في ختامها: إذن المسألة لغز كبير قوي، ده احنا بس بنحاول في الحلقة دي نلمس طرف منه أو نتذوق حاجة كده ناخد فكرة. إنما إنك تقولي إيه هو الزمن، مفيش حد لغاية دلوقتي يعرف إيه هو الزمن. الزمن ده أكبر لغز في الفلسفة وأكبر لغز في الدين، واللي نعرفه منه لغاية دلوقتي إشارات. إحنا يا دوبك طفل بيحبو وعايز يعرف زمن الأرض وعصور الأرض وزمن اليوم وفتر الساعة كذا وهينام الساعة كذا. إنما بره الأرض في الفلك الأعظم وبره الفلك في عالم الملكوت ألغاز وأسرار عظمى. كل ما علمناه عن هذه الأسرار إشارات فقط، لكن السر كبير كبير ولا ينتهي أبدا التفكير فيه. وبكده يا أصدقائي نكون انتهينا من حلقة النهاردة اللي كانت دسمة بالمعلومات اللي يمكن تكونوا أول مرة تعرفوها. جمعتها لكم من أكتر من مصدر، اشتغلت عليها كتير عشان أعرف أوصلها لكم بمنتهى السلاسة. أتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو أنتوا وصلتوا لحد هنا شكرا جدا أنكم لسه متابعين الفيديو. كنت معاكم رحاب محمد، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. انتظرون. سلام.